السلام عليكم. أكيد كلنا عدى علينا الأشخاص اللي بنسأل إزاي فلان ده عمل الفلوس دي بالسرعة دي، أو إزاي فلان ده عمل الفورمة دي في المدة القصيرة دي، أو إزاي الشخص ده اتشهر بسرعة كده، إزاي الشخص ده نجح أوي كده، إزاي الشخص ده عمل مشروع جامد أوي بسرعة كده. النهارده أنا جاي أجاوبكم على الأسئلة دي كلها، وإجابة الأسئلة دي هو الكومباوند إفكت. أنا مش هلخص لكم الكتاب او هشرح لكم الكتاب او هعمل سلسله عن كل شابتر في الكتاب، لا انا هشارك معاكم بس النقط اللي انا حسيت ان هي فعلا نقط حلوه في الكتاب. اول حاجه ايه هو الكومباوند افكت؟ الكومباوند افكت ده ان انت بتبدا بحاجه صغيره على مده طويله، ومع الوقت بتشوف نتائج رهيبه، معجزات حرفيا. يعني اللي هو مثلا ان الحاجه مش بتزيد واحد النهارده، واحد بكره، واحد بعده، واحد بعده، وتفضل مثلا في السنه تزيد 365 مره. يعني ده الحاجه بتزيد بشكل تراكمي. يعني مثلا اول اسبوع واحد، ثاني اسبوع اثنين، ثالث اسبوع اربعه، رابع اسبوع ثمانيه، ان الموضوع بيكمباوند، بيفضل يكبر 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 لحد ما بتشوف النتائج السحريه اللي انت بتشوفها مع الناس دي كلها. ده اول حاجه لفتت نظري في الكتاب. هي نقطه التغيير الكبير اللي بيحصل في حياه الناس مش بيكون عن قرارات كبيره هو بياخدها، بالعكس هي بتبقى عن قرارات صغيره جدا هو خدها على مده طويله من الوقت. انا دايما كنت بستغرب ازاي لعيبه الكوره مثلا بتاخد مرتبات عاليه قوي، مش في مصر بس، على مستوى العالم. اعلى الناس اللي بتاخد مرتبات هم الرياضيين او لعيبه الكوره او لعيبه الباسكت، بياخدوا ارقام مهوله. انا بقى ربطت السؤال ده بالقانون اللي هو حاطه ده. لعيب الكوره ده يبدا يلعب كوره من هو عيل صغير، عنده 3 سنين 4 سنين، ممكن اول عقد مثلا ياخده وعنده 9 سنين 10 سنين 11 سنه. يعني هو قعد 10 سنين بيلعب من غير فلوس. بعد كده بعد 10 سنين ابتدى ياخد اول مرتب ليه. ممكن على سن 17 18 سنه يكون خد اول عقد كبير ليه. على 22 سنه يكون بياخد رقم مرعب اكبر من اي واحد عنده 22 سنه بيعمل الرقم ده. فهو طبق القانون ده، استمر على حاجه لمده طويله، وهو وصل لنتائج كبيره جدا وجامده جدا. حاجه برضو من الحاجات اللي عجبتني في الكتاب ان هو مركز قوي على ان انت دايما تتابع تطورك. يعني هو حتى في اخر الكتاب بقى عامل لك جدول بالايام، وجدول بالاسابيع، وجدول بالشهور، بالحاجات اللي انت عايز تعملها. ان انت بتكتب مثلا ان انت الاسبوع ده انا عايز اعمل واحد واثنين وثلاثه واربعه، وجنب الجدول ده عدد ايام ثابته حد اثنين ثلاثه. وان انت بقى بتبدا تتراك كل يوم انت عملت ايه، والحاجه اللي انت بتعملها تعمل جنبها صح، الحاجه اللي انت ما بتعملهاش تعمل جنبها غلط. هو بيتكلم ان انت طول ما الحاجه قدام عينك وانت شايفها وشايف التراكنج بتاعها، انت عارف ان انت وقعت في النقطه دي بسبب كذا، او عملت الموضوع ده بسبب كذا. كمان بيتكلم ان انت تراكن كل حاجه. لو انت شايف ان انت معكش فلوس، تراك فلوسك من اول ما بتقبض لحد ما فلوسك بتخلص. تراك كل حاجه، كل جنيه انت بتصرفه اكتب. بيقول ان انت هتلاقي كميه حاجات انت بتصرف فيها فلوس بشكل انت مش واعي ان انت بتصرف فيه فلوس، ارقام مرعبه. نفس الكلام في الاكل. لو انت عايز مثلا تحافظ اكلك تدخل عدد كالوريز معين، انت تتراك كالوريز بالفتفوته اللي بتدخل بقك، هتلاقي ان انت بتدخل كم حاجات في يومك انت مش واخد بالك منها، هي اللي مخليك مش عارف توصل للي انت عايز تحققه. اكتر حاجه بقى عجبتني في الكتاب وهي حاجه اسمها المومنتم. المومنتم ده عارف مثلا لما تلاقي لعيب كوره ماشيه معاه قوي، اللي هو مثلا بيحط رجله في الكوره كده وهوبا تروح رايحه في المقص جون جامد قوي، او واحد مثلا بتاع سيلز ماشيه معاه مشيان رهيب يخلص البيعه في مكالمه واحده، او دكتور عالج الحاله بتاعته من اول تشخيص ومن اول قعده، قعد مع العيان كتب له الروشته، العيان جاله بعد اسبوع قال له يا دكتور ده انت ما شاء الله انت جامد قوي. كل ده هو ده المومنتم. المومنتم ده مش حظ، قعد يعملها كتير جدا، ايام اسابيع شهور سنين، من غير ما يبقى متشاف ان هو بيعملها، او ممكن يكون كان بيعملها والناس كانت بتتريق عليه ان هو بيعملها بالوحاشه دي. مره واحده مع الكومباوند افكت الموضوع فضل يكبر 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 لحد ما عمل هاله حواليه اللي هي المومنتم. الموضوع بقى ماشي معاه بطريقه عنيفه. وهو بيقول لك اول ما توصل لنقطه المومنتم دي حافظ عليها، استغلها اكبر استغلال. لان انت حتى لما بتيجي مثلا ماشي طريق لان انت عايز توصل لحاجه، فبدات بخطوه، اول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، باوند افكت ابتدى يشتغل معاك، ثالث الشهر لقيت ان انت ما وصلتش، احبطت وقفت. بيقول ان انت بتهدم كل اللي انت عملته في خلال الست شهور دول، حتى لو انت مش شايف نتيجه فعليه قدام، فعلا بنيت حاجه حتى لو مش لامسها. انا حبيت اشارك معاكم النقط دي من الكتاب. وعموما انا مش شخص قارئ، يعني انا بس مؤخرا ابتديت اقرا كتب والكتاب ده عدى عليا فعجبني، حبيت اشارك النقط دي معاكم. ولو حد قرا كتاب فرق معاه وعجبه يا ريت ما يبخلش علينا ويقول لنا في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.